هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في ساعة جديدة من صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، يصادف يوم غد 18 من سبتمبر الذكرى السنوية 13 لاعتقال مجموعة 15 وإغلاق الصحافة الحرة واعتقال 9 من الصحفيين حينها. نخصص ساعة المنتدى لإلقاء مزيدا من الضوء على هذا الحدث، ونبدأه مع زميل صلاح الزين الذي سيقدم لنا مقالا يستعرض فيه 13 عاما بعد إغلاق الصحف المحلية. نتابع بعد ذلك مع الأستاذ أحمد القيسي مدير إذاعة صوت المنتدى إلقاء مزيدا من الضوء على هذا الحدث، ونتطرق إلى عدد المعتقلين وأحوالهم بشكل عام. نتمنى أن تبقوا معنا، وأهلا بكم. أرحى خلو ودبات وراسي مني خزين سقام قلاسي بحر خلو نبعي لحنباسي هزبي الري خلو تغالاسي بعاليت هايمانو زي سمري حق ندبا قدم زنبري كيهيدو موصبو زقبري كيهيدو موصبو زقبري سامغال سغيس تامغري اللهم دا نحوى دكيري اللهم دا نحوى دكيري شبد بداتي ومد الحق توري بترحكم مسيز بي مسعتري شبد بد شبد بد شبد بد شبد بد صوت المنتدى. الذكرى 13 لإغلاق الصحف الخاصة في إريتريا واعتقال الصحفيين. مع انتهاء نهار اليوم 17 من سبتمبر
وولوج ليل اليوم التالي له يكون صحفيون زملاء لنا قد أمضوا السنة 13 في معتقلات وسجون نظام أسمر الرهيبة والموحشة، منذ اختطافهم في يوم الثلاثاء 18 من سبتمبر من العام 2001، وغيرهم آخرون تم اعتقالهم في فترات سابقة ولاحقة، حيث وصل العدد الكلي ل80 معتقلا من الحقل الإعلامي والصحفي وحده. بعضهم اعتقل بالجملة وأمضى سنوات غالية من عمره في حفر التعذيب في معتقل عد أبيتو، مثل ما صادف طاقم راديو بانا التابع لوزارة التعليم، والذي اعتقل بالكامل لسنوات 5 منذ فبراير 2009 قبل أن يطلق سراح القليل منهم، لتتواصل مأساة البقية حتى الآن. بعض المطلق سراحهم أصيب بمرض نفسي وعصبي منعهم من مزاولة حياتهم الطبيعية، وأدى في بعض الأحيان لفقدانهم حياتهم، مثل ما حدث للصحفي دانييل كوبروم المذيع السابق في الفضائية الإريترية، الذي خرج من المعتقل مختل العقل ثم فارق الحياة بسبب آثار التعذيب الذي تعرض له أثناء فترة اعتقاله. عدد من الصحفيين المعتقلين ترددت أنباء عن وفاتهم في مختلف الظروف ذات الصلة بالمعتقل، لكن لم يتسنى التأكد حتى هذه اللحظة من صدقيتها، إذ لم يصدر أي تبليغ رسمي من الحكومة بخصوص أوضاعهم. لكن الأكيد أن المجموعة التي تضم كل من الصحفيين زمن فس هيلي وقبر هوات قلتا ويوسف محمد علي، وهم من جريدة سكناي الخاصة، وأمانئيل أسرات رئيس تحرير صحيفة زمن، ومدهاني هيلي وزميله تمسجن قبر يسوس صحيفة قصة دمنا، ورئيس تحرير صحيفة مقالح داويت هبت ميكائيل وزميله ماتيوس هبت آب، وسلام ينقس بيانيه ورئيس تحرير صحيفة أدماس سعيد عبد القادر، والزميلين داويت إسحاق وفي السهية يوهنس جشوا من صحيفة سيتيت، والصحفي والمصور المستقل سيوم سهية المدير الأسبق للفضائية الإريترية الرسمية. كانت هذه المجموعة محتجزة في زنازين خاصة في قسم الشرطة رقم 1 حتى منتصف نوفمبر من العام 2001، ثم صدرت أوامر بمنع إدخال الأغراض التي كانت تأتي من ذويهم، ثم نقلوا لأماكن غير معروفة بدعوى شروعهم في تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام. منذ ذلك التاريخ لم يشاهد أي من الأسماء المذكورة أعلاه باستثناء الصحفي داويت إسحاق الذي أطلق سراحه لمدة يومين ثم أعيد اعتقاله، وهو يقبع الآن في معتقل ونجل مرمرا مع مجموعة أخرى من الصحفيين، بينهم الصحفي بإذاعة صوت الجماهير صالح إدريس سعد المعروف بالجزائري، وحامد محمد سعيد الصحفي الرياضي بالفضائية الإريترية، وجمع كميل الصحفي بالقسم الرياضي بصحيفة إريتريا الحديثة، والمصور آدم شلشل من مجلة الشرطة والناس بوليسين هزبن، والإعلاميين من مختلف التخصصات في وزارة الإعلام دانييل كوبروم، سنايت تسفاي، دانييل موسي، تورا كوبابا، تمسجن أباي، هيثم مبرهتو، يماني هيلي، يوهنس حسابو، إسحاق أبراهام، قرماي أبراهام، مولو برهان هبتي، ملس نقوسي، والصحفية سعدية أحمد نصر الله التي أمضت سنوات من عمرها رهن الاعتقال قبل أن يطلق سراحها دون تقديمها لأي محاكمة، ومثلها كثيرون ممن أمضوا فترات متفاوتة في الاعتقال. تعددت الأمثلة وكثرت بحيث يتعذر ذكر كل الأسماء في هذا الحيز. وفق إفادات شهود عيان ممن عملوا ضمن أطقم حراسة تلك المعتقلات، نقلت الأنباء عنهم تأكيد وفاة عدد من المعتقلين في معتقل أمباتكلا ومعتقل عيراعيرو سيء السمعة، بينهم الصحفيون يوسف محمد علي وفي السهية وهنش جشوا وسعيد عبد القادر ومدهاني هيلي. ولسنا هنا بصدد التأكيد أو النفي، فقط أردنا التذكير بأن مجرد تغييب شخص أيا كان ومنع ذويه من معرفة أوضاعه هو فعل كافي ليعد جريمة في حق الإنسانية. أما إذا مات الشخص المعتقل وسط تلك الظروف فهذه جريمة إضافية يسأل عنها النظام الحاكم بشكل مباشر إن عاجلا أم آجلا. أما الأكيد والمحقق والثابت
هو وفاة الصحفي باولوس كيداني في ظروف غامضة. قيل لذويه وقتها إنه توفي متأثرا بداء الكلى أثناء محاولته العبور للسودان. أيضا هذه الحادثة المفجعة محل البحث والتحقيق للتأكد من الملابسات التي صاحبت وفاة الصحفي الذي كان معتقلا قبيل ما قيل عن محاولته الهروب. الانتهاكات في حق الصحفيين الإريتريين لم تنحصر فقط في تعرضهم للسجن والاعتقال والتغييب والتصفية فقط، بل طالت حتى أولئك الذين هم خارج أسوار السجن، حيث انعكست عليهم السياسات المقيدة للحريات المهنية وجعلتهم يعانون من حالة نزاع نفسي بين ما يعتقدون وما يجبرون على ممارسته من إعلام دعائي، هذا إلى جانب عملهم ضمن واقع السخرة وغياب شروط العمل السليمة وبيئة العمل الصحيحة. كل ذلك جعل الصحافة في إريتريا نموذجا للصحافة الرديئة، وجعل الصحفيون محض أدوات ليس أمامها إلا أن تنفذ ما يطلب منها أو تتحول إلى شخوص مفقودة، وهذا ما يبرر اعتبارنا لهم كفئة تعاني من القهر المنظم. من المؤسف حقا أن تكون حقب الاحتلال الأجنبي المتعاقب على إريتريا هي فترة ازدهار الصحافة، وأن يصبح حكم الإريتريين لأنفسهم فترة ضمور في الحركة الصحفية وتقلص الحريات العامة والخاصة، وتدخل للرقابة أنتج صحافة كسيحة. هذا بالطبع إلى جانب فئة أخرى من الصحفيين الإريتريين يعانون الأمرين في المهجر بعد أن تمكنوا بشق الأنفس من الخروج من قبضة النظام لتتلقفهم متاعب من أنواع أخرى، هي أيضا بسبب تضييق المنافذ وملاحقة نظام أسمر لهم. بعضهم قابع في دول الجوار القريب ويحمل قلبه على يديه، حيث لا ضمان يحميه ولا سقف أخلاقي يؤمن له عيشا كريما وإقامة آمنة. ومن الممكن جدا أن يخطف ويعاد إلى إريتريا لينضم إلى فئة المغيبين. أما الموجودون في قارات أبعد فهم ليسوا بأحسن حال رغم توفر حد من الأمان، إلا أن مضايقات أذرع النظام تلاحقهم، والأمر الأكثر إيلاما هو الواقع الذي أجبرهم على ترك وطنهم والتحول إلى أوطان أخرى لن تفلح في أن تكون بديلة، لأنهم يحملون هموم وطنهم الأصلي وآمال مواطنيهم. بين سجون ومعتقلات إريتريا توزع الصحفيون المعتقلون، وبينهم توزعت الحسرة على الوطن الذي ناضل الجميع من أجل أن يتبوأ مكانه بين الأمم. والمفارقة التي يعيها بوضوح كبار السن منهم هي أن الاحتلال كان قد أتاح للشعب الإريتري حد من الحريات هو اليوم محروم منها، وإن فعل الاحتلال فضائع أخرى فذلك متوقع ومنتظر منه، لأنه في البدء والمنتهى استعمار قميء. لكن أن تعيش إريتريا اليوم وضعا غريبا وشاذا هو أمر غير مقبول ويستوجب النضال ضده، فالحزب فيها واحد، أعضاؤه فقط هم الوطنيون حسب زعمهم، ويعتبرون غيرهم خونة ومارقين، وعليهم الانتقال لأي كوكب يتقبل هرطقاتهم عن ضرورة إيجاد أجواء تتنفس حرية وديمقراطية وعدل. كل ذلك وبلد الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يتربع على أنفاسها حاكم غير منتخب، فلا برلمان يضع التشريعات والسياسات ولا جهاز تنفيذي يدير شؤون البلاد. بين كل تلك الفوضى يرزح الإعلام المحتكر والموجه تحت طائلة أنه يعمل لخدمة الرجل الواحد، ومن رفض من الصحفيين والإعلاميين أن يردد ما يملى عليه يزج به في غياهب سجون لا يعرف أحد أماكنها ولا حال من فيها ومصائرهم. وبالطبع يصبح الحديث عن حق المواطن في إيجاد المعلومة الصحيحة أو الخبر اليقين أو الإرشاد المستحق نوعا من أنواع الخيال، وبذا يكون قد أسقط جزء أساسي من حق المواطن في تلقي المعرفة وامتلاك المعلومة، وتكون وزارة الإعلام الإريترية قد ميعت سبب وجودها كوزارة خدمية في المقام الأول قبل كل الوظائف الأخرى للإعلام. بينما سنت الحكومة الإريترية في منتصف التسعينيات قانونا للصحافة يتيح لها المطلق من التحكم في العمل الصحفي والإعلامي وكذلك الخاص بالمصنفات الفنية والإبداعية وبما يتماشى مع ضروراتها وليس مع خيارات الشعب، صدرت صحف خاصة بإمكانات متواضعة توخت أن تكون مرآة تعكس آمال وآلام الشعب الإريتري
عبر الكلمة الصادقة المنحازة لإرادة الشعب وليس للحاكم. تلك المحاولة المنحازة للجمهور قوبلت بوحشية لا مثيل لها من قبل النظام، إذ أوقفت الصحف عن الصدور وألقي القبض على أصحابها ومحرريها، وتم خطفهم بصورة غير قانونية وبأسلوب غير حضاري، ومورست ضدهم أبشع أشكال التنكيل من سجن وتعذيب وإجبار على الهجرة وملاحقات في الخارج، أو الخنوع والعمل وفق شروط مؤذية للفرد الصحفي ولمجتمعه. كل ذلك يجعل إذاعة صوت المنتدى تهيب بالجميع من ناشطين حقوقيين واتحادات وروابط ومنظمات معنية بشأن الصحافة والصحفيين في العالم أجمع أن تلتفت لمأساة الصحفيين الإريتريين المعتقلين والمهجرين قسرا والمجبرين على العمل عكس قناعاتهم، وأن لا تدخر جهدا في اتجاه إطلاق سراح الصحفيين الإريتريين بمختلف فئاتهم وتصنيفاتهم. كما تهيب بالصحفيين الإريتريين أن يجعلوا من ذكرى مرور 4700 يوم على اعتقال زملائهم مناسبة للم الشمل ولطرح رؤى جادة حول إصحاح واقع الصحافة الإريترية في الداخل والمهجر، وأن يعملوا جاهدين وبتفان يرسخوا الدور التنويري للصحافة والصحفيين، وأن يخرجوا من الدائرة التي يسعى النظام لإدخالهم فيها بزرع أسباب الشتات واليأس. الحرية للصحفيين الإريتريين المعتقلين ولكل سجناء الرأي والمعتقدات. المجد والخلود لمن قضوا نحبهم خلف قضبان السجون. عاجل الشفاء للمتضررين من جراء التعذيب في السجون. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، كما تعلمون يصادف 18 من سبتمبر من كل عام ذكرى أكبر وأكثر الاعتقالات تعسفاً التي قامت بها الحكومة الإريترية ضد ما يعرف بمجموعة 15، وهي مجموعة من المسؤولين كبار المسؤولين في الدولة والوزراء الذين قاموا بخطوة جريئة في طريق عملية إصلاحية كبيرة قدموا فيها رسالة مفتوحة إلى الرئيس وإلى الشعب يطالبون فيها بإصلاحات جوهرية على مسار الحكومة وعلى خطها العام، وكذلك بإجراء انتخابات تشريعية على مستوى الحكومة والدولة. ردة الفعل كانت عنيفة وقاسية. قام الرئيس إسياس أفورقي باعتقال كل من ساهم في كتابة وإعلاء صوت هذه الرسالة وزج به في السجون، وكذلك مجموعة من الصحفيين بلغ عددها 9 صحفيين من صحفيين الصحافة أو الصحف المستقلة التي كانت قد بدأت بالصدور والازدهار في تلك الفترة. نحن في كل عام وفي كل بقاع هذا العالم نقف على 18 من سبتمبر لإحياء ذكرى هذه الخطوة الجريئة والشجاعة، ولنتذكر أيضا هؤلاء الذين ما زالوا في السجون في مواقع لا أحد يعرف عنها ولا يعرف عن أحوالهم، ويقال أن الكثير منهم قد فقدوا حياتهم. في صوت المنتدى اليوم ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع وهذه المناسبة نستضيف رئيس الإذاعة الأستاذ أحمد القيسي لنتحدث عن هذا الموضوع وهو على مقربة من الحدث. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا.
أستاذ أحمد، 18 من سبتمبر كما ذكرنا، يعني 13 عاما ولا شيء، بالعكس دائما نحو الأسوأ. سؤالي الأول أستاذ أحمد، في 18 من سبتمبر تم اعتقال 2001 تم اعتقال مجموعة ال15 التي قدمت الرسالة. لنرجع قليلا إلى الوراء ولنلقي الضوء على أهمية هذه الرسالة التي قدموها. اليوم يصادف الذكرى 13 لحادث الاعتقالات اللي وقعت سنة 2001. طبعا الاعتقالات صادفت في يوم 18 سبتمبر. نعم. فهذا اليوم ليس كأي يوم. أنا أحب أكون صريح في هذه المناسبة لأن الواجب يقتضي أن نكون صريحين بعد 13 سنة. نعم. هؤلاء الرفاق يختلف وضعهم عن أي حالة أخرى ما سبقت أو ما تبعت من الاعتقالات والتعسفات اللي تحدث في إريتريا بصورة عامة. بشكل بسيط ومبسط، هؤلاء الناس ما في حدث في تاريخ الجبهة الشعبية، وفي جزء كبير منه نحن نعتبره شبه معجزة حدثت في هذا التاريخ في 20 سنة الماضية، إلا وكان أحد هؤلاء المعتقلين خلف هذا الحدث، أو مجموعة منهم أو أفراد أو بشكل جماعي. هؤلاء الناس كانوا صانعين للأحداث، هؤلاء الناس كانوا مبدعين في صنع الانتصارات. ما في عظمة تدعيها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا إلا وكانوا هؤلاء الناس خلفها، إلا سبب واحد، أنه يؤخذ عليهم أن هناك سلبيات تقاضوا عنها، وفي هذاك الزمن كل شيء كان قابل للتأجيل ما عدا المواجهة مع العدو. هل أخطأوا في هذه النقطة؟ طبعا الإجابة حتكون شبه ملتبسة، نعم ولا، وهذه مسألة متروكة للتاريخ. نعم. لكن نحن في زمن رديء هذا، هناك جيوش من الانتهازيين وهناك جيوش من المنافقين، والزمن زمن عجائب. لم يعودوا يذكروا الأبطال الحقيقيين اللي صنعوا الأحداث التاريخية اللي أدخلتنا في منعطف جديد في هذا العالم. المهم، على كل حال، أهمية هؤلاء الناس. طبعا في هذا الوقت نشوف هناك أنه كثيرين من الناس حولوا هذه التنظيمات، سواء كانت الجبهة الشعبية أو جبهة التحرير أو غيرها، إلى شبه أصنام تعبد وتقدس. البعض يرى في جبهة التحرير نهايتها إحدى المآسي الكبرى، وإن جريمة القضاء عليها من قبل الشعبية جريمة لا تغتفر. وفعلا هو من حيث المنطق نحن ندين أي عمل يؤدي توجيه السلاح إلى رفاق السلاح، لكن أنا عايز أقول حقيقة واحدة: لم يكن بمقدور الجبهة الشعبية أن تقضي على جبهة التحرير إطلاقا. جبهة التحرير سقطت نتيجة وضعها الداخلي والتناقضات التي بلغت حد يصعب الوقوف معه، فكان سقوطها حتمي. هذه المسألة يجب أن تكون واضحة، لا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. هناك الجانب الثاني اللي تعصبوا للجبهة الشعبية وكأنها تنظيم سقط من السماء. نعم. وكأنه ما لهاش علاقة بالبيئة والتراث النضالي للشعب الإريتري والتنظيمات اللي سبقوها، ويتغنون بالمعجزات وكأنها نهاية العالم، وهذين يرتكبوا حماقة ثانية. هذه المسائل يجب النظر لها بواقعية. نحن نحكم على تنظيمات فيها السلبيات وفيها الإيجابيات، فيها مراحل. في مرحلة معينة قد تكون قمة في الثورية، وفي مرحلة أخرى تكون قمة في الرجعية. هذه ظروف. نعم. ولكن أستاذ أحمد، هنا يعني بعد التحرير وتشكيل الدولة، وبعد مرور زمن طويل ونهاية الحرب الثالثة مع إثيوبيا، لماذا جاءت هذه الرسالة في ذلك الوقت بالذات؟ ألا تعتقد أنها كانت إما متأخرة أو غير كان ممكن أن تأتي في صيغة أخرى نتيجة معرفة الأعضاء المساهمين في تحرير هذه الرسالة وأخذ هذه الخطوة لما يمكن أن يقوم به بالمقابل الخصم في ذلك الوقت السياسي وما زال؟ القضية بكل بساطة، أولا هذه أنا متأكد 100%، وشيء متروك للتاريخ وحتطلع حقائق مع الزمن. هؤلاء لم يستشاروا فيما تم، ما أخذ رأيهم لما تداعت الأمور بين الجانب الإثيوبي والجانب الإريتري. هؤلاء الناس كانوا زيهم زي أي قيادة في اجتماعات منتظمة يطرح لهم المسائل، لكن اتخاذ قرار السلم والحرب كان متروك لفئة
جدا محصورة. في الفترة هذه كان وزير الدفاع سبحة فريم ومسؤول الاستخبارات أبرهة كاسا، هذول اللي كانوا طالعين نازلين في القضية هذه، وفجأة انفجر الموقف. الآخرين كانوا متابعين، ما أقول أنهم كانوا جاهلين 100%، لكن أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة أنا لا أعتقد أنهم قد استشيروا. لكن لما بدأت تتداعى الأمور الواجب يقتضي أنك تقف بشكل وطني إلى جانب بلدك. نعم. فرد الفعل الإثيوبي هو اللي دفعهم على أساس أنهم يقفوا، لكن كان عندهم ملاحظات وكان عندهم تحفظات ما في شك. نعم. قصة الرسالة ومن الرسالة إلى آخره، بعد الحملة اللي عملوها الإثيوبيين واحتلوا أراضي وإلى آخره، لما عقد اجتماع المجلس الوطني طرحوا بكل بساطة وهي اللي مضمون الرسالة بتاعتهم ما قدموه الأمريكيين والروانديين من مشروع لوقف إطلاق النار وبدء محادثات في بداية الأحداث بين إثيوبيا وإريتريا، هو نفس المضمون اللي تقدموا به في الجزائر. ما بين البداية وما بين الجزائر كانت حوالي 3-4 سنوات. نعم. هذه الفترة ماتوا فيها مئات الآلاف أو عشرات الآلاف دون أن نبالغ. من يتحمل مسؤوليتهم؟ اللي رفضته أنت في بداية الأحداث قبلته بعد نهاية الأحداث، من يتحمل مسؤولية هذا؟ هذا هو السؤال الوجيهي اللي كانوا طارحينه هم. قد يكون مدخل لقضايا ثانية، لكن هي حقيقة المسألة كانت كذا. هذه فرصة تاريخية كانت أمام الشعب الإريتري. نعم. مش قضية القضاء على إسياس كشخص إلى آخره، كان إعادة سياقة النظام، إعادة توجيه النظام بالاتجاه الصحيح. كان هناك دستور يعاد، كان هناك قانون الأحزاب يعاد، كان هناك قانون للصحافة يعاد. كل هذه المسائل كانت تضع الدولة أمام واقع جديد، هو عمل مؤسسي مبني على مؤسسات وقوانين ونظم. نعم. هذا هو كان الهدف. نعم. السؤال بكل بساطة كان طرح المشكلة أمام المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة، ولو أنه عمليا وإلى يومنا هذا طبعا ما زال يشتغل، لأنه هو عمر التنظيم دستوريا 2. هذيك الأيام كان فايت يمكن حوالي 4 ولا 5 سنوات، يعني عمليا هو أصلا غير شرعي، لكن مهما كان هو كان الوسيلة المتاحة. نعم. فالطلب اللي تقدموا به هو طلب عقد هذا الاجتماع، وهو رفض هذا الاجتماع، وبعدين تداعت الأمور وبدأت ترتفع سقف المواجهة حتى وصلت بعدين إلى أشياء كثيرة. نعم. أيضا في تلك الفترة أستاذ أحمد، بعد أن تم الإعلان الرسمي عن المطالب الإصلاحية من قبل المجموعة، وفي ذلك الوقت كانت هناك يعني بوادر صحافة حرة مستقلة، مجموعة من الصحف التي تصدر بشكل دوري أو يومي. فبدأ هؤلاء المسؤولون مجموعة 15 بإجراء مقابلات والحديث عن هذا اللقاء بعد أن خرجت الأمور إلى العلن، كخطوة يعني استباقية متوقعة لردة الفعل التي سيقوم بها لاحقا الرئيس. هناك يبدو كان رهان على الشعب وردة فعل الشارع، ولكن ما حدث بعد ذلك كان شيء صادم إلى حد ما، يعني رغم تعسفية الاعتقالات ورغم إغلاق الصحف وغيره، لكن لم يكن هناك ردة فعل شعبية على المستوى العام ولا حتى على المستوى الحكومي. برأيك لماذا؟ هل لأن الصراع كان يعتبر صراع داخلي ربما رآه البعض كذلك، أو حتى الشعب كان يراه كذلك صراع داخلي؟ والله أنا أعتبر رد الفعل السلبي من قبل أولا كوادر الجبهة الشعبية كتنظيم، بعدين جماهير الشعب الإريتري. نعم. هذه نقطة سوداء في تاريخهم، ودفعوا فيها ثمن وما زالوا يدفعوا ثمن وحيستمروا يدفعوا ثمن. هذه كانت فرصة تاريخية، مش بالضرورة التعاطف مع الناس يفهمون كأنها تعاطف مع أفراد. القضية مش تعاطف مع أفراد، القضية هو عملية مقاربة مع الطرح السياسي اللي موجود. نعم. الواقع والطرح السياسي اللي موجود، يعني تكون مع أو ضد. صحيح كان في تعسف إلى آخره، لكن من يحمل الشرارة الأولى لإشعال الموقف بحيث يأخذ وجهته الصحيحة؟ ما في حد بادر، وهذه نقطة سوداء وبعدين دفعوا فيها. نعم. وما زالوا يدفعوا فيها. يعني مثلا أنا أقول حتى الناس اللي جندوا أنفسهم ضد هؤلاء الجماعة هم أيضا دفعوا ثمن. علي عبد واحد من حملة السيوف الخشبية في اجتماعات وإلى آخره والاتهامات بالCIA والوياني والكلام الفارغ،
إيش النهاية اللي وقع فيها؟ عبد الله جابر نعم النهاية اللي وقع فيها. نعم. وفي آخرين، ولسه الحبل على الجرار. لماذا برأيك أستاذ أحمد، يعني لماذا دائما عندما تسقط مجموعة هناك مجموعة تكون تعرف أنها ستحل مكانها وتعرف أنها ستنتهي إذا لم يكن إلى نفس المصير سيكون مصيرها ليس يعني واعدا، ويظل السياسي يستطيع أن يتحكم في ردة الفعل على مستوى كادر الدولة. موقف انتهازي لا أقل ولا أكثر، ما عنده تعريف آخر. نعم موقف انتهازي، استغلال هذه الفرصة والظهور بمظهر على أساس أنك المدافع، وفي النهاية تبحث لك عن موقع. بينما العكس، في ناس كان عندهم موقف مبدئي بس موقف إنساني، ما أقول سياسي. يعني يماني قبر أب، واحد محسوب على النظام، هذا الرجل محترم، كان عنده احترام وتقدير بشكل خاص هو وحقوس كيشا. هؤلاء الناس يعرفوا القيمة التاريخية لشريفه. أنا ما أعرف أنهم قابلوا الآخرين، ما عندي معلومات حول هذا المسألة، لكن أعرف أنهم مشوا عند شريفه وطلبوا منه أن يحيد نفسه في هذا الصراع، وطالبوه إلى أبعد حد وهو رفض. نعم ورفض. في آخرين حاولوا كده بطريقة بشكل انتهازي، ما في داعي لذكر أسماء، وأذكر أنه أنا ناقشها معي وقال لي إذا جيت مع الناس هذه أنا حأردك من الباب بتاع البيت بتاعتي، حاجة من هذا النوع. ولكن ألم يكن بالأجدر بهم أنا بدل استجداء شريفه أن يقفوا إلى ويعززوا الموقف الذي كان عندهم تحفظات من بعض الأفراد. نعم. كان عندهم تحفظات من بعض الأفراد. أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، نعم. ليش نتكلم عن الآخرين؟ مثلا الطرح سليم وإلى آخره وإلى آخره، لكن الهيصة اللي قامت في قضية ال15 وعملية النشر اليومي للمقابلات وإثارة الصمود، ثم التوقيت في هذه الفترة. فإحدى الأخطاء الموضوعية أولا الأسلوب اللي اتبع واللي اعتمد، بمعنى المواجهة مع النظام نفسه. نعم. أنا أعتقد كان توقيته خاطئ. النقطة الثانية، القضايا اللي بدأت تطرح هي بعضها قضايا قديمة كانت متخمرة أصلا. هل كان الوقت مناسب؟ ناس خارجين من هزيمة أصلا، مجتمع خارج من هزيمة. ولكن إذا كان دائما أستاذ أحمد الوقت غير مناسب، متى سيكون الوقت مناسب؟ هل كانت مسألة توقيت أم كانت مسألة الطريقة يعني الطريقة السلمية التي تجاهلت يعني إمكانيات الرجل وإلى أي حد يمكن أن يذهب، أم أنهم لم يكن يتوقعون أن يصل الأمر؟ أنا هعطيلك مثال واقعي. الجماعة هذه راحوا عند صالح عياي، واحد من رموز جبهة التحرير، وطرحوا معه كل المشاكل بصورة موضوعية. صالح عياي الله يرحمه، الرجل توفى، كان رجل براغماتي. أجا قال لهم الأمن معاكم؟ قالوا له لا. الجيش معاكم؟ قالوا له لا. إحنا عندنا المبادئ هذا وشعبنا واعي وفاهم وإلى آخره. قال طيب يفتح الله، أنا مش معاكم، كده ببساطة. نعم. وهذه أصبحت نكتة في أسمرة في وسط الكوادر. حتى الرئيس نفسه بعد فترة في النقنقة اللي كان فيها راح زار صالح وبدأ يكرر يقول له يا أخي يشغل في الجماعة هذه. حاجة من هذا النوع. طيب أستاذ أحمد، يعني ردة الفعل التي قام بها إسياس وهو في ذلك الوقت يعني إلى حد ما رئيس دولة، إن لم يكن منتخب، ولكن لم يكن يعني هناك خلاف كبير على أن يبقى في السلطة مقابل أن يقوم بإصلاحات، لرمزية وجوده إلى حد ما في ذلك الوقت لقطاع كبير من جماهير شعبنا، ولرمزية وجوده في الجبهة الشعبية أيضا بصراحة. لماذا ذهب رئيس إسياس إلى هذا الحد في قمعه للمطالب الإصلاحية، وخاصة أنه أنا أعتقد هذا فهم خاطئ. أنا أعتقد هذا فهم خاطئ. أي نوع من إصلاحات تمس نظام الحكم على رأس إسياس معناها نهاية إسياس. إسياس لا يمكن أن يعيش إلا ضمن هذا الإطار الفوضوي اللي هو يخلقه ويتحكم في توجيهه. الآن نقدر نقول إنه في حكومة ولا في ما يسمى مكتب الرئيس هو اللي يدير كل شيء. نعم. في ناس يديروها في الخفاء. الحكومة هذا مجرد ديكورات. نعم. فهو أصلا هم تجاوزوا بعد مطلب المحاسبة فيما يتعلق بالحرب، تجاوزوا هذه النقطة ورفعوا سقف، مش مطالب، سقف إثارة أكثر الأمور حساسية. يعني أنا أذكر كانت في مقالة للدروع ذكر فيها حركة 73 المنكة. نعم. إنه ما جاب بالتسمية لكن جاب بعناصر رموز، وهذه تعني ما تعني في الوسط بتاع التقرير. نعم.
السقف كان يرتفع كل يوم يرتفع. فعملية إصلاحات مش موجودة أصلا في القاموس، لأنه الوضع نفسه لا يمكن ترميمه. الوضع كان عايز ريشافل، الموضوع كان عايز عملية تقلبه من فوق تحت. نعم نعم. عملية الإصلاحات مستحيلة حتى الآن، يعني احنا وصلنا إلى هذه النتيجة. إيش ممكن يعمل؟ طب أنا لا أنكر دور سياسي أفريقي في هذا النظام، ينكر إنسان جاحد كذاب، لكن بقدر ما كان له دور الآن هذا أكبر عقبة في استمرارية هذا المجتمع وفي استمرارية هذا الوطن كوطن. لنفرض أنه تم باعتقالهم كخطوة يعني رادعة لأي محاولة قادمة مستقبلا وغيره، لماذا يعني أصر على أن يقوم بجعلهم يعيشون في أقصى ظروف يعني مر بها التاريخ الإريتري، حتى على مستوى العالم أصبح هذا الوضع يعني موضوع يعني استنكار عالمي لما يعاني منه سجناء الرأي في إريتريا. لماذا ذهب السياسي إلى هذا الحد وهو عفوا؟ أنا عايز أصحح مسألة. هؤلاء الناس لم يعتقلوا، مفهوم السجون أصلا مش موجودة في القصة هذه. اللحظة اللي قبض عليهم كان حكم بالموت، ولكن مش موت سريع عبر طلقة رصاصة، عملية تعذيب تنتهي بموت ونهاية، يتعفنوا في الأماكن اللي يوضعهم فيها. فالقضية شكل مقصود وبصورة مقصودة أنه نهايتهم تكون إلى الموت، وهكذا. انتقام شخصي، يعني انتقام شخصي، حقد، ماذا نسميه يعني هذا الشكل من أنا أعتقد حالة مرضية هذه حيتحملها وأبنائه حيتحملوها. نعم. هذا الرجل بالنسبة لهؤلاء الناس وبالنسبة لدورهم وبالنسبة لتاريخهم الشخصي، وهو يعرف في قرارة نفسه أنه هؤلاء الناس غير طموحين، يعني لأنه قبلها بفترة كان في تاريخ فيما يتعلق بمجيء القيادة الجديدة. هؤلاء الناس طرحوا قضية نحن نقدم استقالتنا ودعوا الشباب يتقدموا ليأخذوا مناصب ويقودوا البلد. نعم. هذا طرحه شريف وطرحه درع. نعم. يمكن كان المفروض تحقق فيه ولد سلمون، بعدين وافق. عقبة نفس الشيء. هؤلاء الناس هو يعرف، لكن القضية أنه هذا الرجل أنا أعتقد حالة مرضية. كان مفروض يعني منطقيا نقول إنه ميزان القوة كانت لصالحه، إذا كيف يعالجه؟ يا أخي اطرحهم في بيوتهم، عبارة عن إقامة جبرية. نعم. ما يحمل نفسه ويحمل أبنائه هذه الجريمة. نعم. وتسلسلت بعدها الجرائم. أستاذ أحمد، أيضا يعني من المحزن أن معظم هؤلاء كان في سن يعني حساسة من العمر، حيث المفروض أن تكون هذا السن حيث يهنؤون بإنجازاتهم إذا افترضنا، ولكن معظم كان يعاني من أمراض ويعني مشاكل صحية كأمراض السكري وضغط الدم وغيره، وكلنا نعرف هذا. ومن أسوأ الحالات التي كانت من بينهم هي حالة الأستاذ إدريس أباري، وهو يعني يعاني من إعاقة جسدية يعني تمنعه من أن يكون طبيعيا في وضع طبيعي. يعني هل حدثنا قليلا عن ماذا يعني هذا لك؟ كيف تراه؟ هو أباري كان معاق ونتيجة الإعاقة هذه حتى هو كان عنده صعوبة في المشي. هذا الإنسان يحمل رمزية معينة خاصة. هذا الرجل مستواه التعليمي لم يتجاوز الصف أعتقد الخامس أو الرابع، حاجة من هذا النوع. هذا الرجل ألف كتاب فيما يتعلق بالإسلام السياسي في إريتريا، يعتبر من أحسن الكتب والمراجع اللي كتبت حول هذا الموضوع. هو علم نفسه بنفسه، أليس كذلك؟ صح بالضبط. هذا الرجل نتيجة الإعاقة كان موجود في القاهرة. نعم. فكان من الصعب أنه يتحرك خارج إطار الغرفة أو السرير اللي كان فيها. ما أضاع الوقت، حاول أن يتعلم وقدر أن يحصل على بكالوريوس على ما أعتقد. نعم. وهو معاق. نعم. وكان عنده موهبة كامنة فيه، يعني IQ بتاعته يصل إلى 10 يعني حاجة مش بسيطة. هذا الرجل لمجرد أنه وقف هذا الموقف مع هؤلاء الناس. درع كان مريض بالسكري وضغط، عنده ضغط عالي جدا. ودرع واحد من كبار مثقفين التجرينية، أكررها، من كبار مثقفين التجرينية. أنا اشتغلت مع درع 9 سنوات متواصلة،
أكثر الناس قدرة على الكتابة، نعم. أكثر الناس قراءة، أكثر الناس انضباطا في العمل وتواضعا كما عرفت. تواضعا كمان موجودة. نعم. نجي في ود سلمون خريج جامعي، شريفه نفس الشيء بس ما يحمل شهادات. شريفه واحد من الناس اللي انت مهما كان الكاتب وقدراته والمنهج اللي يعتمده والطريقة اللي يكتب بها والحالة الأدبية اللي يعتمدها، نعم. شريفه ممكن يطلع منها 100 خطأ. كان عنده مقدرة رهيبة جدا يقرأ ويصحح، وهذا راجع انه كون نفسه بشكل ذاتي. وبين الثورة تحت الأشجار شريفه لو حصل قصاصة بتاع جريدة يقرأها 10 مرات. نعم. أيام ما كانت ما في جرائد وأمور وحاجات من هذا. عفوا، وقد ذكرت لنا في إحدى اللقاءات أنه كان الوحيد الذي كان يواجه الرئيس، وكان حريص على يعني البقاء على الحد الأدنى من التعامل بين الناس. شريفه يعتبر، أنا أفسره كيف؟ شريفه أفسره إنه الوجه الإنساني، ولو كان هناك في وجه قاسي للجبهة الشعبية، شريفه كان يمثل نعم. الوجه الإنساني للجبهة الشعبية لتحرير الإسلام. كذاب أي واحد في الجبهة الشعبية كانت عنده مشكلة إن لم تحل عن طريق شريفه ما كانت. نعم. الناس كلهم كانوا يلجؤوا له. نعم. نعم. يعني مثلا من الثقافات جماعة علي عبد وعبد الله جابر، يعني هم اللي يذكروا في هذه القضية. كتبوا مقالة على أساس أنه أخذ رشوة فيما يتعلق بإعطاء فيز وما فيز، هو اللي كان مخول يعطي أوراق بمنح الفيزات وأشياء من هذا النوع. فأنا صدمت من المسألة هذه، فرحت قابلت عبد الله قلت له أوصلتم أنتم الصراع إلى هذا المستوى، وتحديدا مين؟ شريفه. قال أنا ما عندي يد في هذا الموضوع ومستعد أمشي وأقابل. نعم. نعم. خلاص قلت له أنا حكلم شريفه وأنت ممكن تقابل. بعدها أنا أسرت الموضوع مع عدة ناس، كنت أقول لهم يا أخي شريفه أخته أجت من السودان ما كان عنده مصروف بيت، لجأ لي عشان يقول لي يا أخي شوف من العرب بتاعتك أصحاب الدكاكين يعطونا مصاريف لأنه عندنا ضيف جاي من السودان. كيف تقول لهذا الإنسان أنه أخذ رشوة؟ هم في النهاية وصلوا الصراع إلى مستويات سخيفة جدا نتيجة طموحاتهم. نعم. اغتيال الشخصيات، وهي يعني سياسة أو منهج معروف يعني في ظل الحكومات الدكتاتورية. هذه مسألة هم بارعين فيها أصلا. نعم. كيلين كاركتر هذا ممكن واحد في مناسبة ثانية يتكلم فيها. نعم. في الصراع هم بارعين الوياني وهم بارعين في هذه الشغلة. نعم. جدا. نعم. أيضا هناك نساء يعني معتقلات، سنايت، أستير يوهانس، يعني في ظروف قاسية يعني، وتخيل يعني تركوا أبنائهن وحياتهن، ويعني كنا مناضلات واليوم هن أسيرات. يعني إلى أي حد وصلت قسوة هذا النظام يعني حتى في حق النساء؟ يعني لابد أن نقف على هذا. أنا في اعتقادي هذا النظام يخاف من ظلمه. ما نعم. أهمية هؤلاء الناس؟ يعني بغض النظر، أستير بنت قديمة وقفت مع الجماعة وكانت عضو أعترف في اللجنة المركزية ولا المجلس الوطني بتاعتهم، أمور من هذا النوع. نعم. يعني بس إلى أي مدى تمثل خطورة؟ هذا كان موقفها الشخصي كإنسانة، لا أقل ولا أكثر. بالنسبة لأستير أنا أعتقد هذه ما عندها توبة بالأصل، بس مجرد أنها زوجة بيتروس سلمون. نعم. بس. نعم. لأنه هي ما أجت من أمريكا إلى أسمرة إلا بضمانة من سفيرهم قرم أسمرة. نعم. وانتظروها في المطار أقرب شيء حتى ما أعطوها فرصة. نعم. نعم. يعني وهذا الاتهام الدائم يعني من أي محاولة إصلاحية أو تغييرية في إريتريا أنها تطمح إلى السلطة، وكأن الرئيس لا يعشق السلطة ويتمسك بها لدرجة إفناء حياة الآخرين يعني. وبعضهم يشتري هذه المقولة أو يشتري هذا النوع من التفكير. هؤلاء طامعين في السلطة، هؤلاء مدعومون من الأمريكان، هؤلاء يسعون إلى أن تفتيت إريتريا ووحدتها، وهذه المخاوف التي يخلقها في الشعب، وكأنه ليس عبدا لهذه السلطة. والله هو أصلا ما في نتيجة أنه ما في منطقية حتى في الصراع نفسه. أنت مجرد تعطي ملاحظة، مجرد تقول كلمة، أنت أوتوماتيكيا عميل للمخابرات المركزية. أنا ما عايز أتكلم في المناسبة، هذه أشياء أنا أعرفها من يتهم مش بالعمالة. هو أصلا العمالة المرة هذه في هذا العالم أصبحت شيء واحد يفتخر به. أنا إذا عضو في الBCIA ما حاجة جيدة جدا يا أخي. هذه أمريكا مش لعب. بعدين ورتنا أفلام كمان بعد 2001. إذا الاتهام الكل يرضي أمريكا يعني،
هو سياسي الحين لما مشى القاهرة في زيارته الأخيرة، ومستخدم المصريين على أساس يكونوا له قناة نقل للأمريكيين الملاحظات اللي عايز يوصلها لهم. نعم إيش يعني؟ هنتهمه الحين بالعمالة؟ أنا أعتبره جزء من العمل الدبلوماسي. نعم نعم كل الدول تحاول أن تسترضي القوى الكبرى في هذا العالم. نعم كن عميل ما تكون عميل، أنت تبحث عن رضاء هؤلاء الناس. هذه نعم نقطة. أما السلطة وما السلطة، هم ينطلقوا من أمراض ذاتية هم يعانوها. هم عاوزين سلطة، يتصوروا أن الآخرين عاوزين سلطة. نعم إيش العيب أنا إذا قلت ما إيش هو العيب أنا إذا قلت أنا عايز سلطة؟ عندي مشروع سياسي عايز أطبقه، عندي هذا الطموح، أحب شعبي بطريقتي. نعم. يعني ما عاد في عيب. حق المنافسة بطريقة ديمقراطية يعني. هذه أشياء جاية من زمن معين في الستينات ومنتصف إلى حد منتصف السبعينات. نعم. هي اللي تسوق، وهذا دليل عدم وجود أي منطق. نعم نعم. طيب أستاذ أحمد، الآن بعد مرور 13 عاما على هذه الاعتقالات، والتي هي يعني برأيي أنا الشخصي كانت نقطة تحول يعني معلن للسياسة بأن يعني أن ضربته التي من حديث ستستمر واستمرت، هل يعني رغم أنه كل الإضاءات الموجودة، هل استطعنا إلى حد ما أن نوفي يعني حق القضايا، يعني أن نتحدث بموضوعية، أن نكون أوفياء لما يقدمه هؤلاء وغيرهم في الطريق يعني نحو التغيير على مستوى المعارضة، على مستوى الشعب برأيك؟ أنا أعتقد هناك قصور كبير فيما يتعلق وهذه مشكلة أصلا تعود إلى المعارضة نفسها. مشاكلها الذاتية والموضوعية موجود، ويجب أن يقيم ويجب أن ترسم استراتيجية بصورة صحيحة. أنا لا أعتقد أنه المعارضة تمثل خطر في هذا الوقت لهذا النظام. ما زال النظام قوي وما زال يتعامل مع المشاكل ويوميا يخلق مشاكل. لكن المعارضة في معظمها أنا أعتقد ناس حالمين جدا، كلهم عاوزين يسقطوا بريموت كنترول النظام. ما نحن ما شفنا نظام يسقط بريموت كنترول. نظام يسقط لما يشوف إنه في مواجهة تمثل له خطورة، مش بالضرورة تعمل سلاح. هناك عدة وسائل. نعم. عدة وسائل. فقدرة المعارضة على التنظيم، قدرة المعارضة على الفعل الحقيقي كي تمثل حالة يحسب لها حساب، لم نصل إلى هذا المستوى. هناك اجتهادات ما في شك. نعم. هناك اجتهادات من هنا وهناك، وفي النهاية حسب بلور. هذه حركة جماهيرية ما تقف عند حد يحاولوا أنهم يوقفوها فيه. إنما في معارضات وصلت إلى حد السخف. نعم. في معارضات ينتظروا متى يركبوا الدبابة الإثيوبية ويغادروا إلى أسمرة. نعم. في أنواع من هذا الشكل. في معارضات يحاولوا أنه والله يمكن إصلاح هذا النظام من داخله. ما الناس حاولت سنين، حاولت نعم. تصلح الشيء هذا، لا ينصلح نهائيا. يعني إذن المطلوب هو تغيير يعني جذري للنظام واستبداله بنظام آخر. ما في شك. نعم. النظام أصلا أفلس. نعم. ماذا تبقي في هذا النظام؟ ليس له علاقات. ماتوا الله يرحمهم الناس اللي كان عنده علاقات. من اسمه هذا الغزافي مات. القطريين بدأ اهتماماتهم كلها بالإخوان المسلمين. نعم. نعم. النظام السوداني نفسه في حالة من الإشكالية، يحاول بقدر الإمكان أن يخلق حالة من الانسجام حتى يخرج من مشاكله، مبني دبلوماسيته وعلاقاته على هذا الأساس. الإثيوبيين يوميا يهددوا، والآن محصلين وثائق الدولي مع الشخص اللي اختطفوه تدين هذاك النظام في إريتريا. نعم. فالنظام في إريتريا رد فعله عمل حملات بتاع تجنيد إجباري وإلى آخره، وحالة ما تنتهي، فوضى. أنا في اعتقادي إنه المعارضة هي بحاجة لعملية مراجعة، وأعتقد أن كثيرين من قيادات المعارضة لو يتقاعدوا يكون أفضل لهم. نعم. وما البديل؟ الشعب يطلب بديل. نعم. الآن في حركات شبابية بحاجة إلى توجيه، لا أقل ولا أكثر. في حركة شبابية بالرغم أنه في جريمة كبرى ارتكبت بحق الشباب في إريتريا. نعم. الأمل اللي كانوا عاقدين الأمل عليه، تصور إلى آخره، ما كانوا يحملوه من حب، ما كانوا يحملوه من أمل، هو اللي كسر. فبقدر رفضهم للنظام عندهم مليون تحفظ على المعارضة. نعم. فعملية إعادة بناء هذا الثقة، إعادة بناء هذا الأمل، هي أنا أعتقد الأولوية بالنسبة لهذه المعارضة. ثم الحركة الجماهيرية تخلق قياداتها.
نعم. مش بالضرورة يعطيها واحد قيادات جاهزة. يعني. نعم. طيب أستاذ أحمد، عودة إلى هذه المناسبة التي يعني نقف عندها اليوم، وهي الذكرى 13 لاعتقال مجموعة 15 والصحفيون أيضا الذين تم اعتقالهم تبعا لهذه الخطوة الإصلاحية في ذلك الوقت. نريد يعني أن نلقي الضوء قليلا على ما يمكن دور الشعب في مثل هكذا مناسبة. كيف يمكن أن ندعم الشعب ونوعيه إلى دوره من هذا المنبر كنوع من الرسالة، كنوع من الرسائل إلى هذا الشعب في مثل هذه المناسبات؟ أنا في اعتقادي أنه إثارة القضايا الحيوية ووضعها في إطار صحيح قادر هذا الشعب على فهمها واستيعابها، ثم المعاناة اللي ارتفعت إلى أعلى مستوى بعد اعتقال هؤلاء الناس، أنا أعتقد أعطت ثمارها إلى حد ما، ولو أنه الثمن غالي جدا. نعم. يعني الآن من الصعب واحد يجي يقول والله الجماعة بتاع حركة 15 هذا كانوا خونة. مين الخائن؟ هل أظهرت الرجل هذا مصيبته أنه ما يقدر يقدمهم إلى محاكمة وما في حد سأل. دعنا نلقي الضوء قليلا على يعني الحياة الشخصية لهؤلاء المجموعة 15. يعني كثيرين عندما يسمعون اسم مثلا وزراء ومسؤولون وغير ذلك ربما يعني تتكون لديهم فكرة يعني معينة، يعني وأنت كنت على مقربة، يعني هل لك أن تلقي لي الضوء على الجانب الشخصي من حياة هؤلاء؟ كيف كانوا؟ الشيء اللي ممكن يقال عن هؤلاء الناس أنهم كانوا بسطاء إلى أبعد حد. قيادة الجبهة الشعبية كان عندها ميزة، قدرت أن تخلق حالة ودافع للنضال في كثير من قواعد الجبهة الشعبية نتيجة الحالة البسيطة اللي كانوا يعيشوها هؤلاء الناس. مثلا شريفه مشهور على مستوى الجبهة الشعبية ويمكن مستوى الشعب الإريتري. نعم. البساطة اللي كان يتمتع بها هذا الرجل. درع رجل ما في كادر في الجبهة الشعبية باعتباره كان مسؤول مدرسة الكادر إلا ومر عبر درع. نعم. كان رجل يجمع بين شيئين، كان الأكثر المسائل تعقيدا في التنظيرات السياسية، كان عنده أسلوب سلس في تقديمه حتى بشكل كوميدي. بطرس سلمون رجل استخباراتي من الدرجة الأولى، هو اللي لعب دور حاسم وريادي في مواجهة العدو الإثيوبي، إلى درجة كان في الفترة اللي كان يدير فيها الاستخبارات قدر أن يخترق المؤسسة العسكرية الإثيوبية. عقبة برهة رجل في منتهى البساطة رغم ظروفه الصحية السيئة قاد معركة شمال شرق الساحل. نعم. جلس فيها 10 سنوات. نعم. الرجل اللي قدم المخطط بالكامل لإنهاء جبهة تمتد ما لا يقل عن حوالي 40 كيلومتر. برهاني جرزغير نفس الشيء. قيادات كانت من نوع خاص. نعم. من نوع خاص. الواحد ما يغفل عن الجوانب الإنسانية وما تحمله من سلبيات، لسنا مكتملين كلنا، لكن في المناخ العام اللي كنا نعيش فيه هؤلاء الناس كانوا نماذج، قدروا أن يناضلوا ويخلقوا مناخ وبيئة نضالية ساعدت الكثيرين على الاستمرارية. نعم. مع الحياة الصعبة اللي كانت يعاني منها المقاتلين. نعم. يعني ومن الأسماء الشابة في ذلك الوقت يعني حامد حمد، يعني يقال أنه رجل حامد حمد رجل حامل شهادات عليا، خريج جامعي، قارئ، حتى منظر، اكتشفت أنه منظر في حركتهم. نعم. كان يكتب كتابات جيدة جدا. يعني أنت تقوم تحكم إعدام على شخصيات من هذا النوع لأنه قالت لك يا أخي كفى. نعم. كل ما قالوه هؤلاء الناس هو كفى. نعم. أيضا من الشخصيات التي يعني أحب أن أمر عليها وأنا عرفته شخصيا سيوم تحاية كصحفي وكإعلامي وكمقاتل، أنت أيضا عرفته، وهل لك أن تحكي لي عن سيوم تحاية؟ أنا عملنا مع بعض في الإعلام. نعم. كان في قسم السينما وكان عنده حالات كذا إبداعية في مجال الفن. أول مرة التقينا في عريري وكان يزورني كثير على كل حال. إنما الموقف الغريب اللي جمعنا فيه هي المعركة بتاع بارونتو. نعم. في معركة بارونتو اللي حصل نحن كنا أول جماعة دخلت إلى مدينة بارونتو، وكانت الحالة فوضى إلى أبعد الحدود، ولسه المعركة كانت موجودة في الفورتو. نعم.
فكنا تحت الفرصة، فشفت أنا الوضع سيء، وشفت بعض نيران جاية من اتجاه المدينة باتجاهنا احنا. فجيت قلت أنا الجماعة كلهم بتاع الإعلام يلموا نفسهم ويخرجوا إلى بلوكو، في بلوك اللي يودي إلى تسنة. نعم. فكنا عاملينها نقطة تجميع بالنسبة لنا. فاللي حصل وسط هذه الفوضى أعتقد في حدود الساعة 5:30 صباحا خرجنا من المدينة. أنا كان معي واحد فرنسي مصور سينمائي كان عايش معنا اسمه كريستيان ساباتي، وكانوا الأوبريترات وإلى آخره، وكان عندنا مولد وكنا نعتبر هذا المولد حاجة كبيرة، نحن خفنا أو يضيع علينا، يعتبروه من الممتلكات في الفوضى اللي حصلت. نعم. فخرجنا من المدينة، فمشينا هناك، التقينا بالجماعة، فمشيت قلت أنا أنام، فحصلت سيوم، فقلت أنا حنام هنا. فنمت شوية بعيد منه، في كان حاجز بيني وبينه صخور ضخمة كانت. نعم. زي الصخور اللي موجودة أول ما تخش تسنة، حاجة من هذا النوع. نعم. فبعد قليل أسمع ضجة، فقمت أجي أشوف سيوم معتقل أسر 2 إثيوبيين. نعم. هو أول ما تمدد عايز ينام، أجوه 2 إثيوبيين من الجيش الإثيوبي، كانوا متخبيين هذا. نعم. وكانوا في حالة من الرعب عجيبة جدا. فالرجل كان ماسك الكاميرا اللي يصور بها، كاميرا فيديو كبيرة، كاميرا تلفزيونية. فهذين أجوا على طول طلعوا الأسلحة بتاعتهم. نعم. وما تكلموا هم، هو على طول وقف، رفع الكاميرا وقال لهم بالكاميرا، قال لهم نزلوا أسلحتكم. مساكين هم مع الخلعة اللي كانت فيهم طرحوا الأسلحة، اعتقلهم بالكاميرا. فاكرينها سلاح. هذا الحادث اللي كان رجل شجاع على كل سيوم. هاي. نعم. كان شجاع وكان جريء جدا. يعني للأسف أستاذ أحمد دائما نقف على مناسبات حزينة، لأنه لا يبدو أن هناك إلى وقتنا هذا أي مناسبة سعيدة نحتفل بها كشعب أو كأمة. في نهاية الأمر ونحن نقف على مثل هذه المناسبات، يعني نجدد العهد كشعب وكأفراد وكل في موقعه، بأن يعني على الأقل ما يمكن أن نقدمه أن نذكر تاريخ هؤلاء ونذكرهم، وأن نتمنى أن من بقي منهم على قيد الحياة أن يهنأ يعني بحياة أخرى في إريتريا أخرى بعيدة عن ظلم الدكتاتور وعن جهيته. كلمة أخيرة لك أستاذ أحمد. الكلمة اللي تقال بهذه المناسبة: سياسة أفورقي ونظامه سوف يدفعون الثمن. نعم. فيما يتعلق رقم 1 هذه القضية، لأنها قضية محورية، وبعدين سلسلة الممارسات السيئة والممارسات اللي أدت بهذه الكارثة لهذا الشعب وهذا الوطن، سوف يدفعون الثمن مهما طال الزمن. وشكرا. أكيد. شكرا لك. تحياتي. شكرا. صوت المنتدى. وفي ختام ساعة هذا المساء أعزائي المستمعين، نتمنى أن نكون قد وفقنا
فيما قدمناه لكم لهذا اليوم. إلى أن نلقاكم يوم السبت القادم، لكم تحياتي أنا أمل علي وزميلي صلاح الزين وأسرة المنتدى كافة، وتصبحون على خير.